تخيل إن اسمك يتشال من كل الجدران، صورك تتكسر، وأولادك يتقال عليهم إنهم ما حكموش أصلاً. ده مش خيال، ده اللي حصل مع إخناتون. في مصر القديمة لو ملك مات اسمه يفضل خالد آلاف السنين، إلا ملك واحد اتشال من التاريخ وكأنه ما كانش موجود. إخناتون ما كانش فرعون عادي، ده كان ثورة ماشية على رجلين. اسمه في البداية كان أمنحتب الرابع، ابن الملك العظيم أمنحتب الثالث. اتولد في قصر مليان ذهب، كهنة، آلهة، ونظام مستقر بقاله قرون. كل حاجة كانت ماشية زي ما هي، لحد ما الراجل ده قرر يغير كل حاجة. إخناتون عمل حاجة ما حصلتش قبل كده، قال إن في إله واحد بس، مش أمون ومش رع، إله واحد اسمه أتون. تخيل الصدمة، الكهنة اللي ماسكين البلد اقتصادياً وسياسياً فجأة ملهمش قيمة. المعابد اتقفلت، القرابين اتمنعت، والملك بنفسه بقى الكاهن الوحيد. مش بس كده، إخناتون غير اسمه وساب طيبة وبنى عاصمة جديدة في نص الصحراء اسمها أخيتاتون. مدينة كاملة اتبنت بسرعة غريبة، قصور، معابد من غير سقف، فن مختلف تماماً. الفراعنة قبل كده كانوا بيتصوروا آلهة أقوياء شكلهم مثالي، لكن إخناتون اتصور بجسم غريب وبطن بارزة وملامح غير معتادة. اتصور وهو بيلعب مع بناته وهو بيحب نفرتيتي. أول مرة ملك مصري يطلع إنساني مش إله. وهنا السؤال الخطير، هل كان عبقري سبق عصره ولا كان بيهدم دولة كاملة بإيده؟ بينما إخناتون كان مشغول بدينه الجديد، الإمبراطورية المصرية بدأت تضعف. رسائل من حكام البلاد التابعة بتستنجد، أعداء بيقربوا، ومصر ساكتة. الملك ولا هنا، وفجأة إخناتون اختفى. موته لحد النهاردة لغز، ولا قبر مؤكد ولا جنازة ملكية معروفة. اللي حصل بعده كان انتقام تاريخي. الكهنة رجعوا، العاصمة الجديدة اتدمرت، اسمه اتحفر من على الجدران، تماثيله اتكسرت، وكأن الدولة بتقول الراجل ده ما حكمش. حتى ابنه توت عنخ آمون اتجبر يغير اسمه ويرجع لعبادة الآلهة القديمة. لأن كان اسمه، لو كنتوا سمعتوا الفيديو اللي فات كنت هتعرفوا إن كان اسمه توت عنخ آتون، لكن بقى توت عنخ آمون عشان يبقى يرجع لعبادة الآلهة القديمة. كورونا عدت والعالم نسى إخناتون، لحد ما الآثار اتكلمت والجدران اللي حاولوا يمحوها رجعت تحكي القصة. دلوقتي السؤال ليكم، هل إخناتون كان أول موحد في التاريخ؟ ولا ملك حالم دمر إمبراطورية؟ ولا الحقيقة أعقد من كده بكتير؟ ما تنسوش الاشتراك يا ريت، لأن اللي جاي أكيد أحلى وأغرب.